نبوءة ليلى عبد اللطيف حسمت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة، المباراة القوية، وهتكون خلاص النهائي اللي هنعرف فيه مين هو بطل الكونفدرالية. ليلى عبد اللطيف توقعاتها كانت مختلفة جدا وكانت صادمة لبعض الجماهير المحبة لكرة القدم، خصوصا بعد انتهاء المباراة بنتيجة 1-0 لاتحاد العاصمة هناك في الجزائر. طب توقعاتها ايه لمباراة العودة، المباراة النهائية؟ يا ترى هيقدر نادي الزمالك يحقق الفوز بفارق هدفين عن اتحاد العاصمة حتى يحصل على بطولة الكونفدرالية أم لا؟ ده اللي هنعرفه بعد ما هي توقعت عدة مباريات سابقة، منهم مباراة الزمالك والأهلي، وأيضا الأهلي وبيراميدز، وأيضا بيراميدز والزمالك. كانت في بعض التوقعات كانت صحيحة 100%، ولكن أحيانا بتكون صدف معاها، كذب المنجمون ولو صدقوا. هنسمع دلوقتي توقعاتها لنتيجة هذه المباراة، بس قبل ما تكملوا معانا الفيديو يا ريت تعملوا لنا إعجاب وتعملوا لنا متابعة وتكتبوا لنا تم في التعليقات، وتكتبوا لنا نتيجة المباراة بالنسبة لكم ممكن تكون ايه. وفعلا ممكن الزمالك يحقق سكور كبير، يعني 3 أو 4 أو 5 أهداف زي ما بعض الناس توقعت. ده اللي هنقوله من توقعات ليلى عبد اللطيف. يمكن الزمالك الفترة دي فعلا بيعيش فترة قوية جدا في الكرة، خصوصا ان قدامه فقط مباراتين ومن خلالهم ممكن يحقق بطولتين، زي بطولة الكونفدرالية وبطولة الدوري المصري. يمكن واقف له فقط في الدوري المصري مباراة سيراميكا كليوباترا، ويا ترى فعلا ايه اللي ممكن يحصل فيها؟ هو محتاج لنقطة، يعني التعادل هيكون كافي لفوز الزمالك ببطولة الدوري. ولكن الزمالك دلوقتي مركز اكتر في بطولة الكونفدرالية اللي خلاص يعتبر ستقام قريبا. طيب ايه توقعات ليلى عبد اللطيف؟ ليلى قالت ان المباراة بالفعل هتكون قوية وهتكون نتيجتها غير متوقعة بالمرة. ناس توقعت ان المباراة تخلص خلال الاشواط الاساسية، وناس تانية توقعت انها هتلجأ لركلات الترجيح، المعاناة. ليلى عبد اللطيف قالت ان المباراة في بدايتها هتكون قوية جدا جدا لصالح نادي الزمالك، وده بسبب تشجيع الجماهير اللي لن يتوقف طوال المباراة. وخلال النصف الثاني من الشوط الأول هيبدأ يضغط جدا اتحاد العاصمة، ولكن هينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، وهتنتهي المباراة فعلا في الشوط الثاني، ولكن ستكون النتيجة 1-0 لصالح نادي الزمالك، وهيلجأوا لضربات المعاناة، وهتكون لحظات كلها قلق وتوتر على الجماهير، ولكن سيحقق الزمالك الفوز في هذه الركلات. قولوا لنا رأيكم وتوقعاتكم.